لو عندك رسيفر فيه مشكلة أو الشاشة فيها مشكلة أو السوفت وير عندك قديم وعايز تحدثه، يبقى أنت جيت النهاردة في القناة اللي أنت عايز تبقى عارف عنها معلومات. طبعا النهاردة إن شاء الله أفيدك بمعلومات كتيرة جدا. تابع معايا إن شاء الله الرحمن لآخر الفيديو، ويا رب الفيديو النهاردة ينال إعجاب الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم طه مقدم محتوى قناة طه للصيانة. إن شاء الله الرحمن النهاردة يا جماعة هنتكلم في حاجات مهمة جدا لكل الناس اللي موجودة، اللي هي مهتمة تعمل حاجاتها بإيدها، او العطل اللي كان عندك موجود ايا كان. ان شاء الله الرحمن هنتكلم فيه النهارده بكل تفاصيله. ممكن ناخد النهارده 4 نقاط او 3 نقاط حسب ما يبقى معانا مده الفيديو، مش عايز اطول على حضراتكم. لكن النهارده هنتكلم في حاجات مهمه جدا يا جماعه بالنسبه للسفر والشاشه. يا ريت تتابعوا معايا عشان خاطر توصلك كل جديد ان شاء الله الرحمن. انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس، باذن الله هتلاقي كل حاجه موجوده عندنا وبكل مصداقيه وبكل امانه. هقول لك كل معلومه ان شاء الله الرحمن، يا رب تكون عند حسن ظنكم. نبدأ النهارده يا جماعة في أول هام أو أول عطل النهارده. اهتم بيبقى الرصيفر يا جماعة بتاعنا الصغير الاتش دي، الصغير الميني. طبعا حاجات كتير جدا نازلة في السوق، فلازم تبقى واخد بالك هتجيب أنهي رصيفر وهتجيب أنهي نوع، والرصيفر كويس ازاي والرصيفر اللي مش كويس هيبقى ايه نوعه. فلازم كل ده تبقى فاهمه وعارفه عشان خاطر محدش يضحك عليك وتيجي بكره وبعده تجيب الحاجه بتاعتك وترميها. لا، انا هقول لك النهارده ان شاء الله على انواع يا جماعه في الرسيفرات. هاتها وانت مطمن خالص، سواء رسيفر عادي سواء رسيفر اي بي تي في سواء رسيفر زي كده اللي موجود معانا 4K. طبعا 4K ده يا جماعه محدش يتكلم فيه عشان خاطر الرسيفرات دي جامده جدا. الرسيفرات دي تسمع لها وانت جامد كده وانت قاعد في بيتك، حاجه الله اكبر عليها، يعني حاجه جامده جدا. وعملت شرح عليها الايام اللي فاتت دي، حاجه صغيره كده كنت بعمل بس مقارنه وقلت فيها حاجات. فان شاء الله النهارده هنتكلم في المفيد النهارده عن الرسومات والحاجات من دي. انهي انواع واحسن انواع ايه النوع الكويس. ماركه يا جماعه، هات ماركه وانت قاعد مستريح عشان خاطر ما تعبش نفسك بكره وبعده. ايه الماركه يا طه؟ ماركه عندك هنبدا مثلا بنوفا. الرصفرات العاديه يا جماعه، مش الاتش مش الاي بي تي في، الرصفرات العاديه اللي هي تبدا من 400 او 450، ده الريتم بتاعها العالي. ما تزيدش عن كده عشان خاطر ما تجيبش حاجه مش حلوه وانت اللي هتتعب في الاخر. طيب نوفا حاجه كويسه، ترومان حاجه كويسه، استارا حاجه كويسه، وان شوت حاجه كويسه. على فكره في حاجات كتيره جدا في السوق، بس احنا بنتكلم عن الحاجات اللي احنا شغالين فيها عامه وانا بجيبها عندي هنا في المحل في الشغل. الحاجات دي انا شغال بدري فتره فيها بصراحه، يعني ما اشتكيتش خالص. استثمارات كويسه جدا وانواعه كويسه جدا. اهم حاجه تبقى انت واخد بالك بس من المكان اللي هتجيب منه. وبلاش يا جماعه نجيب الرسيفرات اللي تحت 300 جنيه عشان خاطر انت اللي تتعب في الاخر والله العظيم. دي بورده صغيره انا عامل برده شرح عليها عندي على القناه. دي بورده صغيره تاخد بالك منها عشان خاطر لو بكره وبعده جبتها وقعد معاك اسبوع او 2 او شهر وسخن وضرب منك بروسيسور، هترمي الجهاز والدنيا كلها هتبقى عندك ليها مشاكل. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي عن انواع الرسيفرات عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. انا عايز النهارده اقول لك اكتر معلومات تبقى مفيده ليك عشان خاطر تاخد منها مقتطفات كده، ويا رب ان شاء الله تكون الحاجات دي مفيده ليك. طيب الاعطال يا جماعه، الاعطال الرسيفر دلوقتي انا شرحتها قبل كده مره ومليون ومليون ومليون، وهقولها تاني وتالت ورابع يا جماعه. الرسيفر يا جماعه الصغير المين ما بيستحملش الكهرباء. الرسيفر ده مقسوم على مرتين يا جماعه يعتبر، او على اسمين. الاسم الاول اللي هو الرسيفر، الاسم الثاني اللي هو الادابتور اللي هو مكمل بيديك 12 فولت 2 امبير تطلع على الرسيفر عندك تديك الكهرباء بتاع الجهاز. طيب الرسيفر ده قصدي الادابتور ده لو حصل فيه مشكله من الكهرباء والكهرباء جامده عليه، ده اكتر حاجه بيحصل له مشكله. يعني ايه المشكله اللي فيه؟ المشكله اللي فيه ان هو بيتحرق ويضرب مكثفات من جوه وبتبوظ. طب الحمد لله ان هو حد كده ان هي جت في 50 جنيه او 70 جنيه او يعني ايا كان في الادابتور اللي جاي هو اللي باظ. طب ايه المشاكل اللي بتحصل في الجهاز بعد كده او ايه الجهاز الحاجات اللي بتحصل في الجهاز؟ بتحصل في الجهاز يا سيدي انك انت تفتح الجهاز الريسيفر تلاقيه جايب لمبه حمراء وثابته، او لمبه حمراء بتنور وتطفي، او جايب كمان اضاءه قدامك وجايب كل حاجه وبتقلب بس ما فيش فيه اشاره خالص، يقول لك لا توجد اشاره. اعرف كده انك انت عندك مشكله في الادابتور. ده اول عطل في الاعطال. طيب في اعطال تانية غير كده؟ في السوفت وير لسه نازل فيديو النهارده عليه. السوفت وير بيعمل كده برضه يا جماعه، بتحصل فيه المشكله دي. تلاقي الجهاز يعمل معاك زي كده بالظبط، ممكن يطفى ويشتغل ويطفي، يشتغل ويطفي، او يقف على نوت او يقف على خلفيه. ده برضه بيبقى مشكلته يا جماعه، مشكله السوفت. فانت تفرق السوفت ازاي وتفرق الادابتور ازاي، قلت لك اهو. وبرضه يبقى معاك ادابتور، حتى لو ادابتور الانترنت عندنا في البيت ممكن عادي الشيت بتاع الراوتر دي واحده ونركبه ونجرب عليه عشان نتاكد بس ان احنا عندنا المشكله في ايه. دي اعطال في الرسيفرات. طيب انا اجيب الرسيفر العادي ولا الرسيفر الاتش دي؟ الرسيفرات العاديه دلوقتي اللي اس دي يا جماعه خلاص بقت دلوقتي، خلاص انتهى دلوقتي او انقرضت. وبالذات الرسيفرات الكبيره برضو دي خلاص، يعني دلوقتي تقريبا بقى يعني 90% دلوقتي شغال في الاتش دي، واحنا دلوقتي بنتطور ما بنرجعش لورا.
طيب ده خلاص الغيه من حياتك. الوصفات الكبيره دي هي بالنسبه لنا احنا ممتازه جدا في قصه ان انا هشتغل عليها في الصيانه، غير كده بتبقى صعب جدا. في حاجات تاني الاتش دي خلاص دلوقتي بقى زي الفل. الاتش دي 4K، ال 4K دلوقتي بقى حاجه جباره، وبالذات الجهاز الاغليه طبعا هي غاليه شويه، ممكن تخش في حوالي 3000 او 4000 جنيه حسب الجهاز اللي جاي لك وحسب الصفات اللي بتبقى موجوده على الجهاز. يعني دي ان شاء الله هحاول المره الجايه او الفيديو الجاي ان شاء الله هعمل لكم شرح عليه كامل عشان خاطر الناس تستفاد من القصه دي. النهارده حبيت اجيب لكم كده بس اعطال خفيفه من السلسله ان شاء الله اللي هنبدا بيها باذن الله الايام الجايه. هحاول ابدا لكم سلسله اعطال، وبعد كده نخش على التركيبات ان شاء الله الرحمن، وبعد كده نخش على الصيانه، بعد كده نخش على السوفت وير وكمان الهاردوير، وبعد كده اشتراكات الاي بي تي في، بعد كده ملف القنوات والبحث عن القنوات وترتيبها. يعني ان شاء الله الرحمن ده كله باذن الله تعالى هبدا معاكم فيه باذن الله الايام الجايه لو شاء الرحمن باذن الله. فانتظروا باذن الله كل حاجه جديده هتلاقوها على القناه دي. انا على فكره بكلمكم يعني من القلب للقلب والله، وربنا اللي يعلم بكده. انا عمري ما اخبي عليكم حاجه في الشرح، او عمري ما يعني اضلكم في حاجه في الشرح ان انا بقوله لكم. انا والله بقوله لوجه الله تعالى عشان خاطر برضو انت محملني امانه وانت بتسمع دلوقتي الفيديو، وانا والله بدعي ربنا ان اكون قد الامانه. في ان شاء الله باذن الله استنى الفيديوهات الجايه باذن الله هتلاقي فيها شروحات كتيره جدا. برضو القناه عندي على اليوتيوب فيها برضو شروحات كتيره جدا. انا بحاول كل يوم كده انزل لك فيديو لو في مشكله عندي في الشغل او حاجه، او جاتني المحل او طلعتها عند عميل مشتغله وتحتاج ان هي يبقى عليها شرح، بنزلها لك عشان خاطر حضرتك تستفاد وما تقعش في المشكله دي. ده النهارده كان فيديو النهارده يا جماعه، باذن الله استنوا ان شاء الله الرحمن الفيديوهات الجايه هتبقى زي كده واجمل شويه ان شاء الله. احنا دلوقتي بنبدا في السلسله الجديده. لو عجبتك سمعني الصلاه.